بدون مقدمات كتير، حلقة جديدة معاكم طارق أحمد. يلا بينا. خلينا نقول ان انت انسان عايش حياتك زينا عادي، كل يوم بتنزل بتاكل بتشرب بتروح بتيجي. طبيعي ان انت بتستهلك طول الوقت. ايه اللي خلى استهلاكك بقى فيه مشكلة؟ اللي خلى استهلاكك بقى فيه مشكلة ان انت مع الوقت بقيت تستهلك حاجات انت مش واثق ان انت عايزها، وبعد فترة بتلاقي نفسك مش محتاجها او جبتها وركنتها، جبتها ورميتها. ايه اللي خلاك تشتري الحاجات دي؟ هي حاجة بسيطة خالص، ان انت دماغك اتلعب عليها شوية، اتعرض لك المنتج بشكل معين عن طريق خطوات معينة خلت المنتج ده بالنسبة لدماغك اساسي تشتريه. طب بعد فترة مبقاش ليه لازمة وبقى يلا بينا نخش على المنتج اللي بعده وهنلعب عليك لعبة جديدة. عندنا 6 حاجات الشركات بتعملهم في النظام الجديد اللي موجود حاليا، وهو اللي بيخليك انت تشتري الحاجة وانت مش محتاجها. اول حاجة، الشركات بتحب دايما ان هي تبيع لك الامل. هو بيقعد دايما يحسسك ان الحاجه اللي انت هتشتريها انت معاك، هتشتريها، هتحتاجها، انت كده كده محتاجها جدا. الحاجه اللي انت هتجيبها دي عندك امل ان هي هتغير في حياتك وان هي هتخلي حياتك بشكل مختلف. فهو دايما بيلعب معاك على نقطه الامل، ان هو بيحسسك ان في امل في الحاجه اللي انت هتشتريها دي، امل بعيد كمان، انت هتستفاد منها كتير، انت هتجيب منها كذا، انت هتعمل منها كذا، شكلك هيبقى كذا، مش عارفه ايه. الحاجات دي هي الاساسي، ان هو بيبدا يحط لك رغبه، والرغبه دي بيحط لك امل في الحاجه، الحاجه دي هتبسطك، الحاجه دي هتسعدك. وده يخلينا نتنقل للخطوه رقم 2 اللي الشركات بتحددها او الشركات بتبدا تستغلها معاك، او اي حد بيعرض عليك فكره هو بيحاول يعرض عليك فكره من خلال الخطوه ديت، وهي حته الايمان. هو بيحاول يولد عندك ايمان سواء معنوي او مادي. يعني مثلا خلينا اقول ان انت مثلا تشتري تليفون، فالتليفون ده هو دايما بيحط عندك امل وايمان ان التليفون ده معنويا هيخلي حياتك احسن، هيخليك تقدر تتصرف احسن، هيخليك ان انت تقدر مثلا تتواصل مع العالم بشكل افضل. فهو بدأ ينقل الماتيريال، المادة الخام نفسها، من الشكل ان هي مادة لشكل معنوي، انه يبدأ يحسسك ان الحاجة دي انت فعلا محتاجها، انت فعلا هتستفيد منها كتير جدا، ويبدأ يحط لك امل، ويبدأ يحط لك جزء معنوي ان الحاجة دي هتغير حياتك. وبعد كده يرجع يشتغل معاك تاني على الجزء المادي، ان انت الخامة بتاعت الموديل ده احسن من اي خامة، الخامة بتاعت الموديل ده انضف، الخامة بتاعت الموديل ده احسن من اي خامة تانية في التليفونات. خلينا مثلا ناخد مثال شركة ايفون. فشركة ايفون هي شركة من اكبر الشركات الموجودة. 3/4 الناس اللي بتستخدم الايفون، او جزء كبير جدا من الناس اللي بتستخدم الايفون لغاية النهاردة، مش بيستخدموا مميزات الايفون بنسبة 90%، ولا حتى 80، بيستخدموا اقل من كده بكتير. الفكره في ايه؟ الفكره ان الشركه قدرت ان هي تلعب على الجزء المعنوي عندك وتحسسك بالامتياز والفوقيه، وان انت اعلى من اي مستخدم تليفون عادي، وان انت عندك خصوصيه وبرايفت وي وي وي. لكن ده الجزء المعنوي اللي الشركه بتلعب عليه. اما بالنسبه للجزء المادي فهو دايما بيحسسك ان انت الماده اللي معاك دي هي ماده قويه جدا، هي ماده شغاله كويس. فهو بيلعب عليك في جانبين، في الجانب الامل والجانب المعنوي والمادي. في الجانب الامل بياخد معاك الخطوه الاولانيه ان ده هيغير حياتك، ان ده هيحسن حياتك، فبيقدر يدخل لك من الطريقه دي. بعد كده يبدا يعلقك بالمنتج بتاعهم بشكل معنوي وبشكل مادي. وده بالنسبه مش بس شركه ايفون، بالنسبه لكل الشركات اللي موجوده، بالنسبه لاي شركه هو بيبدا يشتغل معاك بنفس الطريقه. ده النظام الجديد، دي الفكر الجديد الرأسمالي اللي موجود، ان انا ببدا احاول ابيع لك ايمان بالكيان بتاعنا، وايمان بان انت حياتك هتبقى افضل دايما طالما اشتريت المنتج، وان انت في المستوى المعنوي والمستوى المادي انت هتفرق عن الاشخاص. ويبدا يلعب على احساسك بالفوقيه، ان انت تبقى فوق الاشخاص التانيين. ده النقطه رقم 2. الفكره رقم 3 ان انا ببساطه هبدا اشكك في اي حاجه او اي افكار بتروح لك عن شركتي او عن كياني او عن الشخص اللي بيبعت لك المسج او اللي بيبعت لك الفكره في دماغك. انا هبدا اشكك في اي مصدر غيري، هبدا اقول لك ان اي مصدر غيري ان انت تقدر تسال او ان انت تبدا تعرف عنه معلومه، فدايما هيتكلم عني غلط، يعني دايما المصدر ده مش صريح، يعني دايما المصدر ده مش هيدي لك المعلومه كامله. دايما هبدا اشكك في كل حاجه غير المصدر بتاعي، فانت تبقى دايما عندك لجوء للمنتج بتاعي او للمصدر بتاعي. وفي كل الاحوال يبقى انت كده
بدات تتخلى تماما عن المنطق والتفكير العقلاني، فبدات تسمعني انا بالكامل. في الحاله دي ابقى انا سبقت كل المنافسين او سبقت اي حد، بان انا دايما قادر ارسخ في دماغك اللي انا عايزه. دايما لو تابعت الافكار دي هتلاقي ان انت في بعض المنتجات اشتريتها وخلاص، هتلاقي ان انت اشتريتها عشان فلان قال، او في فكره اتقالت، او ان انت لما جيت مسكت الحاجه نفسها عرفت ان هي ما تستاهلش. بسبب ايه؟ بسبب ان انت تلعب على دماغك في الجزئيه دي. رابع حاجه هي تضحيه بسيطه بتتعمل لاي حد بيتابع الشركه، هو مش مقتنع ومش شايف ان الموضوع يستاهل، لكن ببدا العب على الجزء الرابع بتاعه، وهو لو انا ما قدرتش اجيبه بان انا احط عنده امل ان حياته تبقى احسن، او ان انا ابدا احسسه احساس انه مختلف عن الاخرين، او ان انا مثلا ابدا اخليه يوقف عقله ويبدا يسمع مني انا بس. سهل جدا ان انت كشركه ان انت تضحي بجزء من المبلغ، بان انت مثلا تنزل تعمل فيها بيه هدايا للعملاء، هتكسب قدامها كتير. بعض المنتجات ما بتبيعش غير لو عملت في المقابل مثلا خلينا نقول سيل، او خلت مثلا كارنفال وبدأوا يعملوا احتفال، وفي الاحتفال دوت بدأ يقول لك الايفنت ده احنا هنبيع النهارده كذا وفي تخفيض لكذا وكذا 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 وكذا، وده اللي بيجذب الناس اكتر. فكرة ان الشركة تقدر تضحي تضحية بسيطة جدا، هي مش تخسر حاجة، هي اوريدي ممكن ما تبقاش خسرانة اصلا، واوريدي ممكن تكون السلعة اصلا اعلى من السعر اللي هي هتبيعه لك بيه، ولكن هي الفكرة كلها في ايه؟ الفكرة كلها ان هو بيحاول يلعب على نقطة ان انت كبشر عندك فكرة انك خايف الحاجة تروح، خايف ان السيل يخلص، خايف ان الايفنت يروح. ففي الحالة دي هتعمل ايه؟ هتنزل وتجري وهتشتري على اساس ان انت تبقى لحقت. هو دي فكرة التضحية، بيضحوا بحاجات بسيطة. انا لو هاجي اضحك عليك هضحي بفكرة بسيطة جدا، هخلي حد مثلا يطلع انا هديله فلوس كتير وهقول ان هو قدر يكسب وقدر ان هو يستفاد معانا كتير جدا. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انت هتحس ان لا، الموضوع بشكل ما عادل، ان الموضوع بشكل ما حقيقي. دي كلها من ضمن الافكار اللي الشركات بتسيطر بيها عليك عشان خاطر تشتري منتجات، او علشان خاطر ان انت يبقى سهل التحكم في دماغك. خد بالك ان مش بس الست خطوات اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده هما بيتكلموا عن فكره الشركات بس. الست خطوات اللي بنتكلم عنهم انا ممكن اقنعك باي حاجه طالما طبقت الست مبادئ دول 6 مبادئ اساسيين قوي ان انا اقدر اقنعك بالحاجه اللي انا عايزها. خامس حاجه معانا او خامس فكره معانا هي فكره ان انت هتقدم ايه وهتمنع ايه، او ان انت هتقدم للمتابعين او للمستهلكين بتاعك اشكال معينه او عروض معينه او حاجات معينه. طول ما انت قادر تقنع المستهلك الخاص بيك ان انت منتجك فارق عنه، ان هو لو تابع منتجك وفضل طول الوقت بيستهلك فيه هياخد صلاحيات اكبر وهياخد امتيازات اعلى من الشخص الغريب اللي اول مره يستخدمه او اللي عمره ما استخدم المنتج، او ان انت توريه دايما ان مستخدم المنتج بتاعك اعلى من اي مستخدم منتج اخر. ففي الحاله دي هتقدر ان انت تسيطر على افكار المستهلك الخاص بيك، وفي الحاله دي تقدر ان انت تمسك دماغه. الفكره كلها هنا هي مش فكره ان هو بيحاول يقدم لك سلعه، ممكن تبقى السلعه بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه، لكن دي الطرق اللي بيقدر يسيطر على دماغك بيها، ان انت تفضل طول عمرك متعلق بالمنتج بتاعه، ما تقدرش تسيب المنتج بتاعه مهما ما حصل. النقطه الاخيره وهي رقم 6، وهي فكره بسيطه جدا، ان انت تقدم موديل. دايما تفضل مقدم موديل، الموديل ده خاص بمنتجك. انت دايما مقدم حد عايش حياه سعيده، عايش حياه فيها امل ان دايما هتبقى احسن، وان هي دايما في تطور. تقدم الموديل دوت قد ايه هو مبسوط واللي حواليه ما بيستخدمش المنتج، هو عايش تعيس او حياته مش مظبوطه او مش متوازنه. وفي الحاله دي انت كده مسكت دماغ المشتري. وخلينا احنا نعكس، خلينا نشوف فكره ان انت مستهلك وان انت بيتلعب عليك كل الافكار دي. ابدا شوف المنتج اللي انت بتشتريه هل بيتطبق فيه ال6 حاجات، وهل انت فعلا محتاجه ولا لا. وانت في الحاله دي هتعرف انت معمول لك غسيل مخ ولا لا. غسيل المخ سهل يتعمل وسهل ان انت تفوق منه. الموضوع ببساطه شوف ال6 افكار، شوف انت بنفسك متطبقين عليك ولا لا، وانت هتعرف المنتج ده هل انت مستهلك كبير ليه ولا لا. الموضوع في غايه البساطه. لو عجبك الفيديو اتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك وتدعموني جدا، فعلا دعمكم بيفرق. واتمنى ان انتوا لو في اي اقتراحات لحلقات جايه اتمنى ان انتوا تكتبوا لي في تعليقات، واشوفكم على خير.